الناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء ليلى. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد المجموعة ديال المثلجات، يعني لي كلاص اللي كيكونوا بنكهات مختلفة من نفس الخليط. هانتوما كما شفتوا، لأن الصيف دخل وحنا كنحتاجو لي كلاص كنبردو بهم، كيكونوا منعشين ولكن كنحتاروا في النكهة اللي حنا بغينا. اليوم جبت لكم الطريقة باش تحضروا مجموعة ديال النكهات بخليط واحد، بنفس الخليط، يعني سهلت عليكم المأمورية. يا اما كتقدموها عفوا بشكل فرض، يعني على شكل ديبول بهذا الشكل هكا، او لا كتقدموها في مول جماعي بحال في المناسبات والافراح والاعراس. علاش لا؟ المهم خليكم معايا باش نعطيكم جميع الحلول بالنسبه للناس اللي ما كيتوفرش عندهم الكريمه طريه، كيفاش غيقدروا يعوضوها. يعني مجموعه ديال الحلول وانتم تتحصلوا على نفس النتيجه وكتنكهوا باللي انتم باغيين. ونبداو على بركة الله في المكونات. بالنسبة لي كلاص اون جينيرال بصفة عامة، كاع لي كلاص كتكون فيهم من الكريمة، كيتكونوا من الكريمة ومن الحليب المحلى المركز كلهم. بالنسبة لواحد الحك ديال الحليب المحلى المركز كيكون من فئة تقريبا 400 غرام ما وصلش، كتحتاجوا نصف لتر ديال الكريمة اللي كتكون مسوسة وكتكون سائلة. ما عندكمش الكريمه ماشي مشكل، غادي تعوضوها ب 200 مليلتر ديال الحليب اللي كيكون بارد، مع واحد الساشيه ديال الشونتيي اللي كتباع غبره. بغيتو تعوضوا الحليب بالماء حتى هو ماشي مشكل، غير كتنقصوا شويه من الكميه ديال الماء. ما كنديرش 200 مليلتر، كنديروا 150 مليلتر، يعني القياس ديال العنبه اللي كنشربوا فيها اتاي كيكون الماء بارد. وتنطلعوا الشونتيي وتنخلطوهم عادي وتنكهوا باللي حنا باغيين. يعني هذه هي القاعده العامه بلا ما تلفوا. ونبداو على بركه الله. خديت هذاك اللتر ديال الحليب، عفوا ديال القشطه الطريه، من بعد ما درت واحد نصف ساعه في الكونجيلاتور حتى برد مزيان، عاد خرجته باش نطربو باش ما ياخذش معايا وقت بزاف. بديت كنطربو بهذه الطريقه هذه حتى شفتو بدا تيتقل. ملي كيبدا يتقل كنزيد ليه هذوك جوج حكاك ديال الحليب المحلى المركز صافي. ومن بعد ما كنزيدهم بجوج دقه واحده، لاننا هنايا ضاعفت المقادير، لان كل نصف لتر ديال القشطه طريه كنزيد معها واحد الحك ديال الحليب المحلى المركز من فئه 395 غرام، شي حاجه بحال هذا الشكل. المهم كنبقى نطرب حتى كنتاكد بان داك الحليب اندمج مع ديك القشطه صافي، وكيبدا يتقال معايا هذاك الخليط. من بعد ما كيبدا يتقال معايا داك الخليط كنقسمو على 4، لانني غراضي نخرج بزاف ديال النكهات من هذا الخليط هذا. قسمته على 4. بالنسبه للخليط الاول غادي ندير فيه واحد الياغورت بمذاق ديال الفاني، وغادي ندير فيه واحد فلون فاني، وغادي ناخذ داك العود ديال الفاني غادي نكرطو ناخذ منه دوك الحبيبات وغادي نديرو فيه، لان اي كلاص ديال الفاني الا ما فيهش دوك الحبات ديال الفاني راه ماشي كلاص ديال الفاني ضروري. غير تنقول لكم شي مرات تلقاو تيبيعوا دوك ساشيات ديال الفاني، يعني المذاق ديال الفاني تيكون فيه دوك الحبات، كيكون شويه غالي في الثمن ولكن صراحه هذاك تيجي زوين في المذاق. المهم غير باش نطلع هذيك النكهه بزاف انا درت هذوك الحبات ديال الفاني. ما عندكمش ديروا غير الساشي ديال الفاني، راه حتى هما تيوفيو بالغرض. كنطلع هادشي مزيان 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 حتى كنضمن بان كلشي تخلط وكلشي اندمج، وكنديرو في هذيك الباطه ديالو اللي كتدخل للمجمد، اللي كتكون محكمه الاغلاق ما كيدخلهاش الهواء باش ما تشمش الروايح في المجمد. بالنسبه للربع الثاني غادي نزيد ليه واحد الفلون ديال البيستاش بمذاق البيستاش، وغادي نزيد ليه واحد دانيت بالبيستاش، وايضا غادي ندير ليه لاباطا بيستاش يعني الروح ديال البيستاش، وغادي نطربو مزيان 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 حتى يعطيني هذاك اللون اللي انا باغيه، ويندمجوا هاد العناصر مزيان مزيان. عاد ديك الساعه غادي ندوز باش نرمي. درت واحد 3 د المعالق تقريبا ديال البيستاش اللي حمرتهم شي شويه وهرمشتهم، غادي نزيدهم في هذا الخليط هذا، تيعطي واحد المذاق ألذ، يعني تيطلعوا هذيك النكهه اكثر. هانتوما بهذا الشكل هذا انا هنا زدت شويه ديال البيستاش اللي كيكون مسوس بطبيعه الحال ما كيكونش مالح، كنخلط مزيان وصافي. وكنديرو في ديك الباطه اللي كتدخل المجمد كنسدها وكنديرها حتى هي جانبا. وندوزو دابا باش نشوفو هذاك الربع الثالث شنو غادي نديرو فيه. بالنسبه للربع الثالث غادي ندير فيه الكريمه ديال، يعني فلون ماشي فلون، هو كريمه بمذاق ديال الكراميل، يعني دانيت بالكراميل، وغادي ندير فيه واحد الفلون بالكراميل،
وايضا غادي ندير واحد شويه ديال الروح ديال الكراميل، راه ما بانش في الفيديو ولكن درت شويه ديال النسمه ديال الكراميل باش تكون نسمه عاطيه اكثر واخا راه غير الفلون كافي. كنطرب مزيان هادشي. في هاد الوقت راني حمرت واحد شويه ديال اللوز كيكون كونكاسي، حمرته شي شويه وغادي نزيدو على هذا الخليط. كيجي الصراحه معاه زوين، حتى الكركاع الا لقيتوه يعني الجوز كيجي معاه زوين وزوين بزاف. كنخلطو مزيان بهذه الطريقه هذه وكنديرو حتى هو في العلبه ديالو صافي. وبقى لينا هذاك الربع الاخير اللي غادي نديرو بالمذاق ديال الفرامبواز. وصافي بقى لينا هذاك الربع الاخير اللي قلت لكم غادي نديرو بالمذاق ديال الفرامبواز. هنايا زدت واحد 2 معالق كبار ديال المربى ديال الفريز، وزدت واحد الياغورت بمذاق ديال الفريز، وهنايا زدت واحد الفلون يعني ساشي ديال الفلون ديال المذاق ديال الفريز. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى غادي يتطربوا مزيان. عاد ديك الساعه غادي ندوز باش نزيد ليهم شويه ديال الفرامبواز اللي عندي جامد. صراحه جامد كيطيح ارخص من الا خديتوه طري. ومن بعد ما جامد غادي نفتتو غير بيدي وغادي نزيدو في الخليط وغادي نطرب مزيان هذا الخليط هذا حتى غادي يتماسك صافي. وغادي ندوز باش نديرو حتى هو في واحد العلبه اللي كتسد. وغادي ندوز من بعد باش ندير هذوك العلب بربعاهم يجمدوا. وغادي ندوز باش نصاوب واحد غادي نصاوب انا واحد الليمون الجماعي يعني بنصف لتر ديال القشطه الطريه وواحد الحك ديال الحليب محلى المركز. وغادي نديرو انا بمذاق او بالنكهه ديال القهوه اللي غادي ندير فيه الروح ديال القهوه. وايضا غادي ناخذ شويه ديال الحليب عفوا القهوه سريعه الذوبان، غادي ندوبها مع شويه ديال الماء يعني تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان حتى كتذوب مزيان في داك الماء. عاد كنصفيها وكنزيدها لداك الخليط وكنطرب نديرها في المول ديالها وكندخلها للمجمد حتى هي تبات ليله كامله. هادو هما لي كلاص ديالنا اللي درنا بنكهات مختلفه. هذا هو النكهه ديال لي فرومبوز كيجي الصراحه خطير مع دوك الحبات ديال الفرومبوز اللي كيكونوا فيه تيجيو رائعين. هذا بمذاق ديال الكراميل اللي فيه الحبات ديك القرمشات ديال اللوز اللي كيكون كونكاسي محمر. وهذا بطبيعه الحال ديال البيستاش بشويه ديال البيستاش اللي درتو كونكاسي يعني مهرس، هرمشتو شي شويه حمرتو وهرمشتو. وبلا ما نساو سيد لي كلاص هو ديال لافاني. وهانتوما كيما شفتوا من حاجات اللي كتكون بسيطه يعني الواحد ما فيها باس الا تكلف شي شويه غير باش يفرح الوليدات ويعطيهم الخاطر. وهانتوما خرجتوا نكهات كثيره من لتر ديال القشطه الطريه اللي قلت لكم تقدروا تعوضوها يا اما بالحليب او لا تعوضوها غير بالماء وهذيك الغبره ديال الشونتي. يعني لكم كامل الاختيار، يعني كل واحد كيمشي على قد جيبو. كنقدموه هكا بالصحه والراحه، كنفرحوا بهم الكبير والصغير صراحه، وتيكونوا صحيين على الاقل ما فيهمش مواد مسرطنه بحال اللي كنشريو في الاسواق اللي حنا كنعرفوا بان اي حاجه كتكون جامده كتباع في ساشيات او كتباع مثلجات او لا ديسير او لا اي حاجه كتباع جامده في لي كونط سيرفاس راه كتكون غنيه وغنيه جدا بثاني اكسيد الكربون. هذه ديروها في بالكم، هذه غير كمعلومه. الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وجربوا في ديالكم وتردوا عليا الخبر. واللي ما مشتركش اشترك في القناه امر، ونتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.